السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخبار يومكم؟ يا رب يومكم يكون بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. قلنا النهارده ان شاء الله هننزل لكم صينيه بطاطس. هنعمل صينيه بطاطس في الفرن فراخ كده. طلعنا الفراخ طبعا ونقعناها بالخل والليمون وشويه دقيق، ويلا مع بعض نلوحها ونجهزها. طبعا انتوا عارفين ان انا بعمل صينيه البطاطس بتاعتنا مش بحط فيها الفراخ ني، بلوحها ترويحه بسيطه كده، اطلع منها جزء من الشوربة عشان اعمل بيه لسان عصفور. والله العظيم بيبقى طعمها حلو وجميلة ومستوية بقى وايه ومهرية، وتحس ان هي دايبة دوبان كده. دوبني دوب يا هوا. حطيت الحلة بتاعتنا على النار وحطيت فيها الفراخ. شطفت الفراخ حلو. بشطف يعني الحتة اللي بشطفها بحطها في ايه في الحلة. قدامكم كل حاجة قدامكم اهي، خطوة بخطوة. بتحط الفراخ في الحلة، طبعا بتحط عليها بهاراتها كلها وكل حاجة طبيعية كأنها يعني اكنك هتطبخيها في اللي تسلقيها يعني. يا دوبك تنزل شوربتها، يعني تقعد على النار قيمة 10 دقايق تلوحيها. وبعد كده بتزودي عليها المية بتاعتها. المية ما بتستنيش بقى لما تنشف والكلام ده، انت يا دوبك بتتحط 10 دقايق تسرد مية الشوربة بتاعتها في ايه في البصلاية وشوية البهارات بتاعتنا والطماطماية والحاجات دي البهارات بتاعتها الطبيعية. وتقومي مزودة الحلة مية، وتقومي مزودة الحلة معاكي مية عشان تسردي منها الشوربة. تطلعي مثلا كنت عايزة تعملي شوية لسان عصفور، ان كنت عايزة تعملي حاجة، ما كنتش عايزة تعملي برضو بيها حاجة. هي تلويحتها دي بتدي لها نفس حلو في الايه في البطاطس. طب جربي طريقتي وشوفي ايه يعني شوفي ايه الهين الاحسن. هي لما بتدي لها ترويحة بسيطة على البوتاجاز، لو انت حتى ما انتش عايزة الشوربة بتستوى، لان البطاطس طبعا ما بتستحملش. البطاطس بتستوى قبلها، قبل اللحمة. يعني مهما كان البطاطس عمرها ما بتسوي اللحمة. يعني من وجهة نظري كده. جهزت البطاطس وجهزت التوم وجهزت البصل وجهزت الطماطم وكل حاجة قدامكم على الطبيعة اهي. من قبل ما اعمل اي حاجة يا دوبك نضفت الحاجة بس. خرطت البصل على ايديا تخريط اللي هو زي يعني طبر تقولي لا هو خشن ولا هو ناعم. البصلاية ودقيت التوم ونزلت عليها بالبصلاية في التوم وافعكها كده بالمعلقة، اتك عليها بالمعلقة كده، افركها في بعضها بالمعلقة. فركة التوم في المعلقة دي والله العظيم تديلها نفس تاني وطعم تاني. شوية البهارات، وفروكي بقى ايه فروكها في بعضها فركة محترمة كده في شوية البهارات بتاعتنا، اللي هي عبارة عن فلفل اسمر وكمون وشعرة شطة وشعرة كزبرة ناشفة وورقة لورا وايه، وفركها في بعضها فركة محترمة كده قبل ما تنزلي عليها بالزيت. الفركة ده هي لو انت بتعملي عايزة اعملها بايدك اعمليها، انا بعملها على نفسي بالمعلقة، بتحكمي في المعلقة وبعملها بالمعلقة. عايزة اعملها بايدك انت اعمليها اللي يريحك. شوية الزيت، يعني انا بحب افركها كده بالمعلقه، لان يعني فركه شويه البهارات بالبصلايه بحته التومه بتدي لها والله نفس وبتدي لها طعم جميل. يعني تحس بريحتها من وانت لسه بتعملي فيها، بتحس ان ريحه التوم وريحه البصل وريحه البهارات طلعت في مناخيرك كده بريحتها جميله اهو. وهنزل عليها بقى بصلصه الطماطم ضربتها في الخلاط. وطبعا الطماطم بتاعتنا لما بتكون حمرا بتدي لها طعم تاني ونفس تاني، يعني غير الطماطم اللي بتبقى صفرا. يعني انا بحب اجيب طماطم حمرا للطبيخ، يعني بجيب طماطم للطبيخ غير اللي انا بعملها سلطه وغير الكلام ده. بجيب نوعين طماطم. اللهم صل على حضرة النبي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله العظيم اللي هيعتمد طريقتي مش هينسى حلاوتها ولا ينسى والله العظيم جمالها ولا طعمها. عمر اللحمه الفراخ لما تحط الفراخ نيه في البطاطس عمرها ما بتستواش، يعني انا بحس انها بتستواش. لكن لما بلوحها بره حتى لو انا مش عايزه شوربتها بديلها تلويحه واقوم عامله خلطه البطاطس. يعني انا بقول عليها عم بقى اجهز لصينيه البطاطس بتكون هي اتلوحت ربع تلويحه واقوم شايلاها ونشلاها وحطها في البطاطس. بترجع تاني تنزل برضو برضو صوص منها من حته اللحمه في قلب البطاطس وتديلها طعم جميل. وبتبقى البطاطس مش سمينه قوي وبيبقى طعمها حلو، وغير كده بتبقى حته اللحمه استوت وشربت من التجليه. وتحس ان هي دي يعني
شربت كويس وايه، واستوت السوى اللي هو ايه، حلو. مش استوت ان هي ربع سوا وتيجي تفتح حته اللحمه تحس ان فيها ريحه دم من قلبها من جوه. اديني لسه معاكم البطاطس وشوفوا شكلها عامل ازاي ولونها عامل ازاي اهي. ما تكترش، اعملي على قدك، ومش لازم يعني تعدي الحوج بطاطس كبير كده تحتري فيه. اعملي على قدك، اعملي حبيتين على قد شويه الطماطم اللي عندك اهو. وعلى فكره والله الفرخه دي ما هي كامله، ده زي يعني يعتبر، يعني كنت واخده مره منها كنت واخده منها اللي بطن الفرخه كده، كنت عاملاها، يعني كنت عاملاها بتاع بشاميل بس ما صورتش. يعني الفراخ باخد الصدر بتاع الفرخه بقطعه حتت كده وبعمل بيه بشاميل وبعمل بيه رجاج وبعمل بيه حاجات زي كده. يعني اي حاجه بدخل صدر فرخه بقى ايه بتجيل لحمته تبقى سمينه شويه وتجيله. انا عندي عيله مش بتحب ايه الا مثلا الكتف والورك. يعني هي قدام منكو هي متقسمه كم مناب، ادي 5 بس هي مش منابات كامله. يعني الورك كنت قسمها على 3، والكتف دي طلعت الكتاف وطلعت البطن عملت بيها حاجه تانية، وهي حلوه وبتكفينا وبتفيض مننا عشان العيال طبعا ما بتقدرش تاكل منها كتير. يعني بتكون كمية بسيطة بتخلص على طول في نفس اليوم. وادي طريقتي في عمل البطاطس، طب جربيها كده، وان مثلا ما حسيتيش ان في فرق ما بين دي ودي بقولوا موسمها مش عارفة حاجة. والله طريقتي حلوة وجميلة. وعلى فكرة انا بنزل كل اللي بعمله في بيتي. شوفوا الشوربة قدام منكم اهي. هسيبها بقى هزودها شوية مية واسيب الشوربة تغلي حلو لعند ما اطلع احطها في الفرن وانزل تاني للشوربة واسيبها على النار لعند ما اطلع احط دي في الفرن واجي عشان تاخد ايه. اجهز لها شويه لسان العصفور واحطها فيهم وبيبقى احلى غدا. اللي عايز ياكل بطاطس بياكل، اللي عايز بياكل بلسان عصفور وشوربه ياكل. يعني كل واحد وراحته بقى. وطلعنا حطيناها في الفرن اهو مع بعض. الفرن بتاعنا اللي هو العادي، الفرن الخبيز العادي اهو. حطيتها فيه، وطبعا بتهدي النار عليها من فوق وتعلي من تحت. هدي النار من فوق عشان ما تلهفهاش، وعلي من تحت. طلعنا مع بعض نعمل لسان العصفور اهو. نزلنا تاني هنعمل لسان العصفور ونطبخ شوية الرز ونرجع نطلع للفراخ هتكون استوت شوية اهو. هحمر شوية لسان عصفور وهي اما الشوربة بتاعتنا غلت اقوم اعمل لسان العصفور على العين التانية واسقطه معاكم. دي طريقتي في شغلي، يعني اكلي وشربي ونظامي. بنشل كل اللي في الشوربة الاول. طبعا انا زودت كمية الشوربة ما زودتهاش كتير على قد لسان العصفور اللي انا هعمله، على قد لسان العصفور اللي انا هعمله. وسبت طبعا الشوربة لما غلت حبة حلوين على النار عشان البهارات اللي فيها تاخد من الريح. الشوربة تاخد من ريحة الحاجة اللي انا حطاها، البصلاية والتومية والحاجة اللي انا حطاها فيها، البصلة والطماطماية وشوية البهارات. هرمي ده كله واقوم محمرة لسان عصفور ونازلة بيه على الشوربة اهو. حمرته ونزلت بيه قدامكم كل حاجة على الطبيعة اهو. واللي عنده اي تعليق يعرفني. لسان العصفور دي انا بسويه في الشوربة. يعني انا بسقطه قدام منكم والشوربة بتغلي، بس بطفي النار عليها مباشرة ما اني بنزل بلسان العصفور عليها. بقوم مطفية النار ومغطية عليها وركناها على جنب وسايباها. هولع على شوية الرز وانا طبعا طفيت على الشوربة، لاني انا ما بحبش اسوي لسان العصفور بالنار، هو الشوربة بتسويه. يعني انا بغلي الشوربة واحمره واسقطه واقوم طافية النار وحيشاه، ولا اروح اكشف الحلة ولا اعمل فيها اي حاجة الا ما اجي بقى اخلص طبيخ خالص وعايزين نسخن الاكل اسخنه بس. لسان العصفور لما انت بتسويه بينشي. يعني انت لما بتسقطيه في الشوربة وتفضلي تغلي عليه مولعة عليه البوتاجاز يغلي 3 4 غلوات بينشي، ما بيظبطش معاك ومبيبقاش طعمه حلو. لكن لو حطيتي غليتي الشوربة وحطيتي فيها لسان العصفور بعد ما حمرتيه اتفرجي عليه بقى، عمر لسان العصفور ما بينشي، لان هو استوى على راحته في الشوربة من غير نار. سخونية الشوربة هي اللي سوته، بدي معاك طعم
ودي معاكي لون، ودي معاكي حاجة تانية بقى لسان العصفور. اللي بحبوش منش، عيالي ما بتحبوش منش وانا ما بحبوش منش. يعني اني وحتى ما باجي اسخنه ما بغيبش عليه برضو بالتسخين، يا دوبك الشوربه تسخن واقوم طافيه، او الشوربه تقوم لي الغليان واقوم طافيه لو انت عايزاها سخنه جامد. تيجي تاكلي منه تلاقي الشوربه، يعتبر الشوربه سايبه، ولسان العصفور اللي في قلبها مش منشيه ورابطه في بعضها عامله زي الحلويات. شويه الرز بتوعنا عاملاهم حبه صغار، لان انا عيالي بتحبش تاكل البطاطس بالرز، انا عيالي بتحب تغمس البطاطس بالعيش. انا عامله شويه لسان العصفور دولا عشان ابن بنتي، واللي عايز مثلا ياكل رز وشوربه ياكل، بس هما البطاطس عامه بيحبوها ياكلوها يغمسوها بالبطاطس. ولسان الرز نشف اهو، هقلبه معاكم واسيبه يتردد وهطلع فوق للبطاطس. يعني هو نشف وخلص، هطلع بقى فوق للبطاطس اشوفها واطمن عليها، وايه والرز كده بيعتبر ان هو خلص. وطلعت البطاطس اهي، لقيتها جامت للحمار من فوق من وش الفوقاني، وغلت يعتبر استوت، يعتبر نص سوا. هقلب البطاطس اللحمة معاكم عشان تاخد لون من الناحية التانية. اني بسيبش حتة اللحمة محطوطة كده وخلاص، اني بحب اضيرها لانها بتاخد لون من الجنبين، بتنشف معايا وبيبقى طعمها حلو. وتيجي تقلبي حتة اللحمة معاكي ما تلاقيهاش حمرا من ناحية وبيضة من ناحية، بتلاقيها معاكي من الجنبين لونها ايه كده، ايه صفاري احمر كده خفيف، يا دوبك بيعتبر انت ملوحاها تلويحة خفيفة. انا مبحبش انشفها في الفرن، لان الفرن لو زودت عليها النار شوية الفرن بينشفها وما بتبقاش طعمها حلو. احنا بنحبها تكون طرية شوية بس واخدة لون من كل جنب. اهو البطاطس استوت ازاي اهي، هي ادخلها يا دوبك هتاخد نار بسيطة تاني تاخد لون من الناحية التانية واطلعها. وادي البطاطس بتاعتنا نزلت تحت اهي، خلصناها ونزلناها. صينية بطاطس ما حصلتش، وطعم ولون وشكل، طعم ولون وشكل. تجيبي حتة اللحمة منها تلاقيها شكلها حلو، وتجيبها منها تلاقيها شكلها حلو. ولسان العصفور قدام مننا اهو سايب خالص، ما هوش ماسك في بعض ولا اي حاجة. وما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر معانا وننزلكم كل جديد. ودي كان غدانا النهاردة. يعني مش انا بحب انزل لكم اي حاجة انا بعملها، مش بحب اغير من اي روتين في بيتي، ولا بحب اعمل اي حاجة. اللي بطبخه في بيتي حلو شيل بنزله لكم. شوفوا حتة اللحمة معانا متلونة من الجنبين وواخدة سوا من الجنبين، وطعمها جميل وريحتها حلوة ومفيش فيها اي غلطة، واللي جربها مش هينسى حلاوتها. وادي اللحمة معانا من قلبها من جوه مستوية ولا فيها اي حاجة. ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر. والسلام عليكم.